إندونيسيا، يوم الأربعاء 23 نوفمبر 1981. اثنين من حراس الأمن بمبنى جارودا ماتارام كانوا قاعدين بيستعدوا عشان يبدوا مناوبتهم، وبالعادة قبل ما يبدوا مناوبتهم بيروحوا بيشوفوا المبنى إيش صاير فيه، في أشياء عليها علامات استفهام. حراس عارفين شو يعني وظيفة الحراس، بتفقدوا كل إشي قبل ما يجوا الموظفين، وهم بتفقدوا بالمبنى على الرصيف قدام المبنى بيشوفوا شغلة شوي هيك عليها علامات استفهام. كان في صندوقين كرتون محطوطين بطريقة منظمة، مش إنهم مرميين، مش مبين إنهم زبالة، لا محطوطين بطريقة مرتبة. ما اهتموا كتير للموضوع، والموظفين صاروا يجوا ويطلعوا وهم كانوا واقفين. بعد بشوي هيك صار عندهم شوية فضول لأنه ما حدا قرب من هدول الصناديق، فراحوا لعند هدول الصناديق وشوفوا إيش فيهم. لما بلشوا يقربوا من هدول الصناديق صاروا يشموا ريحة كتير بشعة. قالوا مش مشكلة، بلشوا يقربوا أكتر. بهدول الصناديق كان في أكياس سود، أكياس زبالة. لما حطوا إيدهم على هدول الأكياس، هاي الثانية بتمر دورية شرطة عالسريع، بيروحوا على الدورية وبحكوا لها إنه هيك هدول الصناديق موجودين من الصبح وما حد قرب منهم وريحتهم بشعة. الشرطة ما أعطتهم أهمية لأنه بهذا الوقت كان في ازدحام مروري كتير كبير بالشارع، كان الأولوية إنهم ينظموه. الشرطة راحت تحل الازدحام، موظفين الأمن رجعوا لمكانهم. إذا الشرطة مش مهتمة إحنا نهتم ليش؟ بعد بساعة ساعتين بمرقوا اثنين من اللي بيلموا الزبالة لحتى يبيعوها. مش عمال نظافة، لا هدول اللي بيلموا الأشياء المعدنية، أشياء القيمة عشان يبيعوها. شافوا هدول الصناديق قالوا يا سلام هاي غنيمة. قربوا من هدول الصناديق، وأول ما فتحوهم الاثنين يوقعوا على الأرض ويصيروا يصرخوا، ومبين صراخهم صراخ رعب. الناس اللي كانت تمر انتبهت لهم، على السريع قربوا من الصندوق، وهون الناس كلها كانت مرتعبة من اللي شافوه بالصناديق. صندوق كان جواته عظام راس بشري. الصندوق الثاني كان فيه شرائح لحم وأعضاء بشرية. الناس على السريع بلغت الشرطة برضو ما اهتمت للموضوع، وحكت أكيد إنه هدول العظام وهذا اللحم بيرجعوا لبقرة، يعني مستحيل حدا هيك مقطع بني آدم بشري وحاطه بنص الطريق هيك. ما صدقت الشرطة الموضوع إلا لما وصلت للمكان، وهون انفجعت إنه عن جد هذا راس بشري، وهذا رفاف بشري. الشرطة اتصلت على السريع بمعهد علم الجريمة بجامعة أندونيسيا عشان يجوا ويشوفوا هاي الجثة، وعلى السريع فعلا الأطباء يجوا لمكان الحادث، ومن خلال رؤيتهم الأولية للموضوع عرفوا إنه الموجود بالصناديق مقتول من يومين، لأنه الجثة فيها بداية تحلل. وعرفوا كمان إنه واحد من الصناديق كان فيه 200 شريحة لحم بشري، ستيك وأعضاء، كبد، قلب، ورئتين. والصندوق الثاني كان فيه 13 عظمة وراس بشري. الوجه فيه كان سليم، مش مخدوش ولا خدش. الشرطة بعثت الصناديق لمستشفى الدكتور تيبيتو منجون كوزمو الوطني عشان يحللوهم ويعملوا تشريح للجثة. مش عارف الجثة شو بدها تشريح أكثر من هيك، بس هاد شغلتهم هم أدرى فيها. كانوا بدهم يسرعوا بعملية التشريح بس عشان يلحقوا الجثة قبل ما تتحلل. احنا حكينا إلها يومين، يعني التحلل راح يزيد ويصير أسرع وأسرع، فهم كانوا بده يلحقوا التشريح ويعرفوا شو صار بهاي الجثة قبل ما تتحلل. لهيك جمعوا مجموعة من أطباء الطب الشرعي برئاسة طبيب شرعي معروف اسمه الدكتور عبد المونو مدريس. الدكتور عبد المونو انصدم من المنظر اللي قدامه، هاي أول مرة تمر عليه جثة مشوهة بهالطريقة. أول إشي بلشوا يعملوه إنهم يفحصوا العظام. لما فحصوا العظام بعد ما شافوا كيف هي مقصوصة أو مقطعة، وصلوا لنتيجة إنه القاتل استخدم المنشار اليدوي عشان يفصلهم ويقطعهم ل 13 قطعة، والعظام كانت نظيفة تماما من أي لحم بشري أو أنسجة. لهيك وصلوا لفرضية إنه ممكن القاتل عنده معرفة طبية وشاطر كتير. إحنا ما بنحكي عظام نظيفة تماما، معناته هذا مش بني آدم حي الله، هذا يا أما دكتور يا أما ممرض. والدكتور مونو وفريقه أكدوا إنه هذا القاتل مستحيل يكون عمل هاي الجريمة لحاله، وإنه وقت الوفاة كان 21 نوفمبر 1981، يعني قبل يومين من لما لقوا هاي الصناديق بالشارع. حكوا إنه هو نظف العظم وقطع اللحم ل 200 شريحة. حكوا إنه هاي الشغلة كلها رح تحتاج وقت كبير، وإنه هم فريق كامل إذا بدهم يعملوا هاي العملية بدهم ساعتين، فكيف شخص لحاله؟
لهيك أكدوا للمرة الثانية إنه أكيد معاه ناس، وإنه القاتل بلش ينظف العظم ويقطع اللحم بعد وفاة الشخص 3 ل4 ساعات، وإنه تنظيف العظم بهاي الطريقة بحتاج يكون بمكان فيه مي، وإنه ممكن مسرح الجريمة يكون الحمام. حتى إنهم لاحظوا إنه الأعضاء ما كانت مخدوشة ولا خدش، كلها سليمة 100%. فهذا أكد فرضية إنه القاتل عنده خلفية طبية ومش أي خلفية. لاحظوا كمان إنه في أعضاء مختفية مثل البنكرياس والمثانة، هدول ما كانوا موجودين. هذا الحكي كان صدمة للشرطة وللناس كلياتها، كانوا مصدومين إنه في قاتل مجنون مختل عايش بينهم، قاعد يمشي بينهم. لهيك الشرطة كانت تعمل كل إشي بتقدر عليه لحتى تمسك القاتل. فريق الطب الشرعي عمل كل جهده عشان يرجع يرتب الرفات، عشان يرجعوا يفحصوا الجثة ويعرفوا كيف مات. أنا حكيت لكم أول إشي إنهم لقوا بالصندوق الأول إعظام وراس بشري. الراس مثل ما حكينا الوجه كان سليم 100%، كانوا تاركينه عادي وجه مثلنا هيك، مش مخدوش ولا خدش. كانوا تاركين كمان بصمات الأصابع، مع إنه القتلة بالعادة لما بدهم يقتلوا حدا بتخلصوا من أي إشي ممكن يدلهم على الضحية لحتى ما يصيروا هم بيوم من الأيام مشتبه بهم. بس ليه هالمرة ترك الوجه سليم وبصمات أصابعه؟ لوين كان بده يوصل؟ أو لشو كان بده يوصل؟ بعد التشريح تبين معهم إنه الضحية لزلمة رجل عمره ما بين 18 لل21، كان طويل ضخم طوله 5.4 أقدام، كان مليان في صحة وعنده شامات معبية جسمه. الشرطة نشرت معلومات الضحية وعملت رسومات مختلفة إله، بلكي حدا يتعرف عليه ويجي يحكي لنا مين هذا الزلمة. بنفس هذا الوقت كان في كتير بلاغات عن مفقودين بأندونيسيا، كانوا أهليهم وأحبابهم يدوروا عليهم. لهيك صارت تهل على الشرطة أعداد كتير كبيرة من هدول الناس يفكروا إنه هاي الضحية هو ابنهم أو حبيبهم أو صديقهم أو زوجهم. كان الموضوع كتير صعب على الشرطة وعلى العائلات، لأنهم كانوا داخلين بحالة يأس، كانوا يدخلوا بحالة يأس وهم قاعدين يتعرفوا على الراس البشري ويطلعوا هم مرتاحين شوي إنه لا، اللي إحنا بندور عليه مش هذا المقتول. فاهمين شو الشعور الصعب اللي كانوا يعيشوه؟ يعني كانوا يروحوا يتعرفوا عليهم يحكوا يا رب لا مش هو، يا رب لا مش هو، ويطلعوا هم مرتاحين إنه لا مش هو. الناس كانت تفوت وتطلع من المخفر، تفوت وتطلع تتعرف، ما حدا تعرف عليه بالمرة. لهيك الشرطة رجحت إنه هذا الشخص وحيد ما إله حدا، منطوي لدرجة إنه ما حدا بلغ عن فقدانه ولا حس إنه غايب. حتى بصماته ما طابقت قاعدة البيانات الموجودة عندهم، ما في إله بصمات بالسيستم كامل، حتى تاريخ ميلاده مش موجود. مين هاي الضحية المجهولة اللي ما في حدا يسأل عنها ولا حدا يفقدها ولا حتى إلها اسم بالسيستم كامل؟ ضلت الجثة بالطب الشرعي لحد 26 نوفمبر وما قدروا يخلوها أكتر من هيك لأنها رح تتحلل. لهيك اضطروا إنهم يدفنوه بدون ما حدا يتعرف عليه، دفنوه بقبر بدون اسم. الشرطة كانت تحاول تعمل كل إشي بتقدر عليه لحتى تحل هاي القضية الصعبة والوحشية. فالدكتور تبعته هون طلع بفرضية وحكاها للشرطة، حكى أنا بشك إنه القتلة كانوا يتحدوكم، يتحدوا الشرطة. أول إشي تركوا وجهه سليم، تركوا بصماته سليمة، ومع هيك ما قدرتوا تعرفوا مين هو. ثاني إشي حطوا الصناديق بشارع مليان ناس، مستحيل يفضى حتى بنص الليل هذا الشارع مليان ناس، لأنه هديك المنطقة منطقة شغل، منطقة عمل. ومع هيك ما حدا شافهم ولا حدا انتبه للصناديق إلا تاني يوم والصبح. وفعلا القضية كانت محيرة، ما حدا شاف أي إشي غريب ولا لمح أي إشي غريب قبل اليوم اللي لقوا فيه الصناديق. كأن الصناديق طلعت من العدم فجأة، طلعت سحر. ومع الضغط الكبير الشرطة ضلت تحقق. أول دليل لقيته الأكياس البلاستيكية اللي فيها الرفات. الكيسين كان عليهم شعار، كيس كان عليه شعار مكتبة والتاني كان عليه شعار سوبر ماركت. المكتبة كانت بعيدة شوي عن المكان اللي لقوا فيه الصناديق، بس السوبر ماركت كان قريب. حاولوا يجمعوا أكتر من دليل، حاولوا يجمعوا خيوط، بس للأسف هذا الدليل وقف هون وما استفادوا منه. كمان لقوا بالصناديق 3 جرايد. ال3 جرايد بترجع لتاريخ 19 أغسطس 1981، يعني بنفس السنة اللي صارت فيها هاي الجريمة. الجرايد كانت مش مستخدمة ومبين إنهم مشتريينها جديد. حاولوا يشوفوا من وين جابوهم،
حاولوا يربطوا الخيوط، بس كمان هذا الدليل وقف هون، وما قدر هذا الدليل كمان إنه يساعدهم. هون الشرطة صارت مع فرضية الدكتور إنه عن جد شكل هدول القتلة قاعدين بتحدونا، عملوا هاي الجريمة عشان يتحدونا ويبينوا ضعفنا وقلة حيلتنا، وعشان تنتشر الفوضى بين الناس، لأنهم بيبطلوا يخافوا من الشرطة. جريمة قتل هالقد وحشية ما قدروا يحلوها مع إنه وجه الضحية مبين وبصماته موجودة، ومع هيك ما قدروا يعرفوا مين هو. وكان في فرضية تانية منتشرة إنه ممكن هذا العمل عمل حكومي، وإن الحكومة هي صفت هاي الضحية لأنه كان جاسوس. كان في كتير نظريات واقتراحات، بس ولا واحدة قدروا يثبتوها، ولا واحدة إجت بالضبط على أسلوب الجريمة وطريقتها، ولا واحدة بالضبط قدرت تقنعهم. تشوهت سمعة الشرطة، وكان عار عليهم إنهم ما قدروا يحلوا هاي القضية. ما كان في قدام الشرطة إلا إنهم يقعدوا يحطوا رجل على رجل، يقعدوا يتحذروا إيش سبب هاي الجريمة، ليش انقتل هذا الولد. الناس خلال هالفترة كانت حذرة، حذرة كثير وخايفة أكتر. وبنفس الوقت الشرطة والناس كانوا قاعدين يستنوا الهدف الثاني، إنه اللي عمل هاي الجريمة الوحشية مستحيل يوقف هون. بس خابت ظنونهم، لأنه لليوم ما كان في أي هدف ثاني. هذا الإشي غريب، صح كان مريح بس كان غريب. طب ليه عملتوا هيك؟ شو السبب؟ هاي القضية ألهمت كثير من أصحاب العقول المريضة، وصاروا يقلدوا هاي القضية، بس كلهم كانوا ينمسكوا. ما كانوا واحد واثنين، كانوا كتار، كلهم كانوا يقلدوا هاي القضية لأنها قضية غريبة، وكان صعب على الشرطة كتير إنها تحلها. كان بدهم الشهرة ويصيروا قتلة مقلدين. يا ابن الناس، قلد بإشي تاني جاي تقلد بجريمة؟ مش فاهم عن جد، عقول مريضة. بتمرق السنين وبصير 41 سنة للسنة اللي احنا فيها حاليا، ولليوم ما انحلت هاي القضية. كتير ناس نسيوها، وكتير ناس عاشوها وماتوا، بس الشرطة ما نسيتها أبدا، ولليوم بتحاول تحل هاي القضية. مش ممكن إنه القتلة عايشين لساتهم، ممكن، وممكن إنه بوقت ارتكاب الجريمة وحيرة الشرطة وخوف الناس والفرضيات اللي كانت تطلع، هم كانوا يقابلوا كل هاد بابتسامة خبيثة، لأنهم بيكونوا بيضحكوا من جوا. أنا اللي عملت هيك ترى، وأنت مش عارف، قاعد تعطي نظريات. عارفين هذا التفاخر إنه أنا قوي، عملت كل هاد وأنتم مش عارفين تكشفوني. وممكن يكونوا هم نفسهم كانوا يطلعوا هاي الفرضيات، مين بيعرف. بغض النظر عن الفرضيات والنظريات كلها اللي طلعت، في حقيقة واحدة بس، إنه إحنا ما بنعرف المجرم لما يعمل جريمته لأي حد ممكن يوصل من البشاعة. يعني مش عارف أنا كيف مجرم ممكن يخطر له إنه ينظف عظم ويقطع لحم بشري شرائح ستيك. هدول كيف؟ أنا متأكدة إنهم متزوجين وعندهم أولاد وأحفاد، ممكن ماتوا، بس كيف عايشين؟ ما في قدامنا إلا نقاتل عشان حالنا وعشان الناس اللي بنحبها. قضية هاي زي ما حكيت ضلت غامضة، فأنا بدي منكم انتوا تحطوا لي فرضيات. شو ممكن السبب؟ أنا مع إنهم كانوا يتحدوا الشرطة، لأنه يعني تركوا وجهه وبصماته، زي إنه يلا انتوا شرطة متأكدين، طب يلا اعرفوا لي مين هي هاي الضحية، امسكونا يلا، تحدي يعني. كانوا بيستهينوا. أنا مع هاي الفرضية 100%. انتوا شو رأيكم؟ هاي بتكون قضيتنا لليوم. لا تنسوا اللايك، أرجوكم لا تنسوا اللايك. أنا سموني لايك، هذا النيك نيم تبعي الجديد، لايك. بحب اللايكات، بموت عليها. ديروا بالكم على حالكم، لأنه عن جد هاي الدنيا فظيعة، تخوف. يلا باي.